هو اول شيء القانون اللي ينحط طبعا بالنسبه حق قرض المراه، حطوا القانون وكانه ما يبون يعطون المراه قرض، حطوا شروط تعجيزيه، منها اللي هي شروط المساحه، ان يشترط ان اللي متقدم حق قرض المراه ان تكون المساحه شراء العقار او الشقه لا يقل عن 100 متر مربع، وان يكون بسعر طبعا 70,000 موجب القرض اللي بيعطونه من بنك الائتمان. وهذا الشروط اللي طالبينه بنك الائتمان يؤسفني من خبرتي انا في دائره العقاريه داخل دوله الكويت لا يوجد هذا الشرط يكون مطابق على ارض الواقع، ولكن اذا حصلت شقه مساحتها 100 متر اصبح ان السعر مو اقل من 90,000 او 100,000 راح تحصل السعر، فمضطره اللي معطينها قرض راح تاخذ طبعا قرض اخر عشان تكمل على قرض بنك الائتمان. فيفترض انا من وجهة نظري ومن المعاناة اللي يعانونها الزبائن والطلبات اللي كانت طبعا تجيلي عن طريق شركتي، انه يفترض يكون يعطى قرض المرأة من يستحق هذا القرض وفقا للشروط، ولكن نشيل الشرط المساحة. في شقق تمليك مساحتها 60 متر قد انه يكون المرأة بروحها اعزبة، هي حابة تسكن باستديو شقة غرفة وصالة، ما يشترط انه والله نشرط عليها لازم 100 متر، فهني يصير يكون متاح حق الكل ونشيل منه الشرط التعجيزي هذه اللي هو شرط المساحة. فأنا أتمنى المسؤولين لدى بنك الائتمان وكذلك يشرعون إخواننا والأعضاء في مجلس الأمة قانون طبعا في تعديل هذا الشرط اللي هي مساحة الشقة للشراء، لأنه غير موجود في دولة الكويت. هذا هم كذلك هم معاناة أخرى، يعني لما انحط القانون في سنة 2008 قانون 9/2008 من يتملك 5000 متر يدفع ضريبة للدولة ولا هي وزارة المالية 10 دنانير على المتر. فهناك التاجر لما يكون يحتكر هذه الأراضي ويدفع عليها سنويا طبعا المبلغ ما هو اللي يحده انه يطرح أراضيه ويبيعهم، لأن ال10 دنانير ما هي مجزية بالمتر، وهي تزيد معاه سنويا أسعار عقاراته أو الأراضي أكثر من 20% سنويا ارتفاعها، فيحتكر الأراضي وياخذ عليها أصول أو ياخذ عليها قروض بنكية، وبنفس الوقت تشويه المنظر العام للمناطق كمساحات فضاء، وناس في بعضهم جيرانهم بانين ومستقرين، وباقي القطع أو باقي المناطق تكون أرض قاحلة رملية ومثيرة ل طبعا إتلاف المنطقة من غبار من أذية الساكنين بالمنطقة. فهذا لابد أن القانون اللي هو ال10 دنانير ترتفع القيمة من 10 إلى لا يقل عن 500 دينار على المتر. أنا لو إنه بيزعلون مني التجار أو المحتكرين، بس أنا أتكلم من واقع أنا عايشه، ويفترض أن أنا الواحد اللي خايف على وضع العقار داخل الكويت ويحاول أنه يصلح للأفضل، لابد أنه يتكلم بكل صراحة، ولكن لا أتكلم أنا وفق مصلحتي واقعد ان انا اقول والله لا هذا صحيح، لا انا اقول هذا غلط. ولا بد انه يتعدل القانون عشان يزيد العرض ويقل الطلب وتتعدل الاسعار ويكون متاح للشباب وكل زبائن مشترين العقار، ولا يكون عندنا هناك نربي مافيا داخل الكويت. ولا هي المافيا شنو هي؟ انها تحتكر، سواء تحتكر عقار، مواد غذائيه، اي مواد اخرى، وتتحكم بالاسعار. فاحنا هذا الشيء لا يرضينا في دولة الكويت الحبيبة، ان نعطي مجال لهؤلاء التجار انهم يولدون لنا داخل الكويت مافيات العقار. هو بما يخص طبعا تحديد الاسعار هناك شقين. الشق الاول عندك تحديد الاسعار بما يخص الايجارات على المتر، وانا تكلمت بعدة مقابلات. اليوم لما اتكلم عن ايجار شقة 3 غرف
القيمة الأجارية 700 دينار و600 دينار. فهذا الشيء غلط. لابد أن يكون هناك رؤية وقانون في تحديد المناطق والمحافظات لسعر المتر للأجار، وما يفوق عن هذا الاتفاق يخضع صاحب العقار للمساءلة القانونية أو يدفع عليها ضريبة للدولة أدام هو قام يحط أسعار على كيفه. فهني لما نحدد أسعار الأجار للمناطق، مثلا المناطق الداخلية، مناطق العاصمة، مناطق محافظات خارجية، كل محافظ الكويت تحدد فيها القيمة الأجارية لسعر المتر عشان يكون هذا الشيء متاح للجميع، وبالأخص حديثين الزواج اللي تو يبي يكون له أسرة وراتبه على قده، واليوم يروح يتفاجئ إن شقة أو يبي يسكن منطقة قريب من أهل زوجته أو أهله أو عمله، ويتفاجئ الأجار قيمته 700 وهو معاشه ما يطوف 900 دينار. شبي يعيش؟ أو بدل الإيجار شبي يكفي؟ فهذا الشيء لابد أنه يكون في تأكد من هذا المنظور بما يخص أمور أسعار الأمتار للأجار في كل مناطق الكويت. هذا بالنسبة حق إذا بنحدد القيمة الإيجارية. بالنسبة إذا تحديد نفس ما تفضلت للقيمة الشرائية لأسعار الأمتار داخل المناطق هم نفس الشيء. هناك في إدارة السجل العقاري في وزارة العدل في عندهم مغيمين اليوم، بس مع الأسف المغيمين اللي موجودين عندهم يعطونك أعلى الأسعار، يعني كأنه قاعدين هم يزيدون الأسعار على كاحل المواطن أو البايع، يقولوا له لا يبقى سعرك ترى هذا مو حقيقي، سعرك ترى شاكين فيه. فيفترض أن الأسعار المبالغ فيها تدرس عندهم بالسجل العقاري. ليش سعرك أنت رافعه بالسعر هذا؟ ليش؟ لأن اليوم أنت تبدش على أمور أخرى، تبدش على أمور غسيل الأموال، تبدش على أمور شك في هذه المبايعة. فلا بد أن أسعار الأمتار تكون بالمعقول، تحدد زين وفق هم قانون، وإذا في سعر شيء مميز، موقع، ارتداد، لا ميزة، تشطيبة، البيت غيره، هذا يستثنى عن هالأمور. ولكن احنا نتكلم إذا تبدي بتقييم أو تسعير، يبدي من تسعير سعر الأراضي، يحدد سعر الأراضي حسب المحافظة وحسب المنطقة وعلى ضوءها نقيسه. اليوم في عندك مقيمين، والمقيمين اليوم سواء من أي جهة كانت، أنا بدون لا أذكر، قاعد يعطون أعلى الأسعار. فهذا اللي يسبب عندك تضخم ويسبب عندك ارتفاع في أسعار العقارات. لما تتفاجئ أنه والله تشوف لك بيت بسعره 1,000,000 و1,100,000 وهو بيت سكن خاص، تطالع الأسباب ولا يقول لك أنا قيمته عند الشركة أعطوني هذا التقييم وهذا شهادتي وهذا. فهذا لازم بدنا يراجع ويكون لها شيء منظم من اتحاد العقارين أو وزارة التجارة أو وزارة العدل السجل العقاري عشان تنظم هذه المبايعات بما يخص وأسعار الأمتار. هو بالنسبة حق موضوع الإيجارات طبعا موضوع مهم جدا، مبالغ واحتياج كل مواطن وكل مقيم. بالنسبة للعقار الكل محتاجه وبالأخص الإيجار. بس لما تيجي تتكلم عن موضوع عدم رغبة المالك لتأجير حق المواطن الكويتي، فهذا الشيء غلط، لأن المواطن الكويتي من حقه أنه يسكن وأنك تأجر له، وغلط أن أنت ترفض إلا بأسباب أنت متأكد فيها. إذا أنت شاك في المستأجر أنه عليه شبهات أجارية ما يدفع أو عليه قضايا، هذا من حقك. ولكن تعم على كل كويتي تقول أنا طلبات والله ما أبي أنا أجر حق كويتي، يجيب لي أجنبي. زي إذا إيجارك أنت الدور تبي تأجره عفوا الدور تبي تأجره ب1000، وين يجيب لك أنا أجنبي يدفع 1000؟
قلة، ما راح ألقى لك أنا. لابد أن يطلع في هذا قانون يعطي حق المواطن الكويتي، وليس له الحق المالك انه يقول لك انا ما اجرح كويتيين. زائد انه يتاح المجال بالاستثمار العماير، انه بدل لا تطلع العمارة متشابهين كلهم غرفتين وصالة، يكون في مجال متعدد تنويع بالاستثماري، 3 غرف 4 غرف 5 غرف، حالنا من حال دول الخليج الباجي. ولكن احنا تلاحظ منطقة كاملة تلقى العماير اليدد كلهم سواسية، من اول الشارع لاخر الشارع كلهم غرفتين. زين ليه متى؟ هذا بغرفتين قاعد ويوله عيال ما يبي يتوسع، يعني ما في تنويع. يجب انه يكون بإدارة تراخيص البلدية لما يشوفون المنطقة وفي بالحارة او بالفريج اكثر من عمارة كلهم غرفتين، يشرطون على اللي جاي يبني او يطلع رخصة بناء انه تعال عطنا انت بدائل عشان يكون متنوع حق المستأجر. هني انا اعطي فرصة حق الكويتي واعطيه خدمات بالاستثماري، انه يروح يسكن بالاستثماري، واعطيه مجال انه يكون العمارة فيها خدمات من مواقف، من امور ترفيهية حق اولاده. فاحل عندي مشكلة الايجار المرتفع، احل عندي مشكلة انه والله لازم المواطن الكويتي يدور بالمناطق السكنية يأجر، اطلع انا برا بالمناطق الاستثمارية يكون عنده في تنويع وفي امور ترفيهية حقه كسكن افضل من المناطق السكنية. هذا الهروب من قلاء طبعا لما قلوا عليهم رسوم الكهرباء والماء على العماير الاستثمارية، وصار عنده طبعا دخوله الى المناطق السكنية، وانه يطلع لك بالبيت يطلع لك 12 شقة مدخولة اكثر من عمارة راح يكون، وجارة اقلى بالمناطق السكنية. هذا مع الاسف غلط، لان اليوم انت امتصيت الخدمات اللي انا محتاجها ساكن انا واسرتي، واعطيته حق هذا المستثمر اللي قلب البيت عندي بالفريج كأنها عمارة بالنقرة ايام السبعينات، 4 ادوار 12 شقة. ليش؟ بي حق وقدامك كحكومة، والكهرباء يعطونا كهرباء. انزين اعطيته كهرباء وراح سكر بعد الكهرباء وهم يعلمون هذا الشيء. ما تجي انت تشيك عليه تعطيه رخصة، مثلا تعطيه تقول له تعال كل سنة تعال جدد رخصة الكهرباء، وتشوفه مخالف. هذا الشيء اولا قاعد يسحب خدمات ناس عوائل مستحقينها من ماي ومن كهرباء ومن خدمات وغيره، بنية تحتية كاملة، وضايقت المنطقة من زحمة سيارات وسويت فيها ايجارات. يعني انا اردت ان تطاع اطلب ما بالمستطاع، تبي تسوي لك سوي لك على الاقل يا انك فيلا كاملة تأجرها بالكامل، يا انك تسوي لك شقتين اقل ما فيها حسب القانون اللي معطيك اياه، ولكن تسوي لك 12 شقة و14 شقة. هذا اللي صاير. ففي تراخي من جهات حكومية مع هؤلاء اللي قاعدين يدشون المناطق السكنية التجار، ويشوف له أفضلية قاعد ياخذ خدمات المواطن للسكن الخاص المدعومة اللي هي من كهرباء وماي أسعار، وقاعد ياخذها انت يا تاجر ويتاجر فيها ويأجر. أنا بتكلم بكل صراحة، هذا اللي شايفه. أنا اليوم ما أجامل، ولكن أخطاء أنا شفتها أتكلم عنها بواقعية ومنظور هذا عملي أنا اشتغلت فيه وقاعد أشوف هذا، وهذا الشيء يضايقني يعني، ما يونسني يعني.
ولا أقول لك يسعدني لما أدش أنا، وبالأخص في مناطق حديثة جديدة تشوفها انقلبت صارت كلها عمارات وضايقة الجيران وضايقة. هذا الشيء مؤثر، هذا لا يعني مستقبليا هذا مؤثر للدولة ومؤثر للخدمات وغيره. فهذا يجب ينحط له قانون هذا سريع و يكون رادع لهؤلاء الأشخاص نفس ما تفضلت. رد طلعه وخله يستثمر بالدولة، يطلع حق العماير الاستثمارية ويطلع حق المجمعات التجارية ويطلع، الله يرزقه، خليه يشتغل عشان الله يوفقه يشتغل بالسليم، والتجارة بالطريق الصحيح وليس بالطرق الملتوية، وبعد وصول الكهرباء والماء من الدولة أي أسكر وأسوي لي أنا وهالأمور. فهذا الشيء خطأ. يعني أنا بالنسبة حق طبعا الاستثمار كتاجر ويستثمر برا الكويت من حقه، بس أنا عندي نقطة للمواطن اللي حاب يستثمر واللي فلوسه يعني محدودة، أنا ما أنصحه يستثمر برا دولته، أو إذا اضطر داخل دول مجلس التعاون. ليش؟ لضمانات، لأن لوحظ كثير من المعارض اللي قاعد تقام والأمور اللي خارج الكويت وأوروبا وهالأمور قاعد ينصدمون إنه يشترون على المخطط. أنا مرت علي حالات وايدة شارين ببريطانيا على أبو إنه منطقة سكنية وإنه أرض سكنية، تفاجأوا وشارينها من المعارض هني بالكويت، لما راحوا ولا هذه أرض مزرعة، يعني تحط لك خيل وحصان وتحط لك بس كوخ، ما تصلح، أو البلدية هناك ما يعطونك إياه إنك تبني، وإذا تبني 50 متر أو 100 متر، لأنه مزرعة ترخيصها مزرعة، وهم شارينها بموجب مبلغ إنه يكون يطلع له فيلا أو يطلع له بيت. فهذا بالنسبة للواحد المقامرة، إنما أشتري أنا على مخطط ولا أشتري على شيء أنا ما رحت له ما شفته ما عاينته، فالأفضل إن أنت عندك وفق دولة الكويت قانونك أو قانون العقار في ضمانات لك بدولتك، يعني ولما تستثمر بدولتك أنت لو أقله بس أنت مرجوعك وتحت عينك. ولكن إذا أنا بطلع مع المغريات وايد المغريات وأسعار فعلا أرخص، بس هذه مغريات ومغامرة، يعني أقامر أنا وبعدين تعالوا فكوني يا لياويد، أنا انقص علي، أنا النصب علي، أنا مو من الأساس أنت قيسها. يقولك من استرخص بالحمى خانته المرقة، تبخل على نفسك داخل دولتك، خيرك حطه بديرتك، ما أنت قادر. في عندك دول مجلس التعاون بدون ذكر أسامي تقدر أنت تستثمر فيها، على الأقل وفق منظومة مجلس التعاون، يعني في ضمانات. يعني احنا والخليج واحد يعني وقوانيننا قريبة من بعض، يعني هذا يكون فيها ضمانات. ولكن تاجر ويبي يستثمر حتى لو بالمريخ من حقه، كيفه فلوسه زايدة. لكن أنا أكلمك على المواطن البسيط اللي عنده، اللي طالع تقاعد، طالع له إرث، طالع له مبلغ معين مقترض، يبي أولى أنه يستثمر في ديرته وفي بلده. أنا أول شيء أنا ممكن أشكر أنا اللي صدر هذا القانون الوزير السابق شعيب المويزري، اللي طلع الملفات عليها غبار من وزارة من الرعاية السكنية، أبو ثامر. وأبو ثامر ما هو من دائرتي مع احترامي له وأكيد له كل التقدير، ولكن أنا لو حفظت وأنا شغال بالعقار قبل لا يكون أبو ثامر وزير في الأسكان، ولكن لما مسك الوزارة فعلا طلع مناطق وطلع طبعا المناطق سكنية للمواطنين، وصار التوزيع وفقا للمخطط. أصبح الجمرة اللي كانت موجودة عند الشاب والواهس، اللي وين أنا بيتي ومتى أخذ أنا عقاري
أو منزلي، هاليمرة هذه طفت عنده، وفعلا أثرت على الطلبات. التوزيع اللي صار اليوم، اللي متزوج اليوم أنا أكلمك اللي متزوج بال2018 يروح لسكان ياخذ له أرض، ياخذ له قاع. إعلاناتهم قاعد تنزل، الطلبات طبعا وصلت إلى تواريخ قليلة، وتكون متداول يعني اللي توم متزوجين. فهذا أكيد يعطي سبب في التأثير على طلب شراء العقار من الشباب. فهذا شيء يشكر عليه يعني بشكل عام الرعاية السكنية. احنا اللي نواجه، شوف انا اشتغل، انا اكلمك بالنسبة لي انا كصاحب شركة عقار، انا اشتغل بنفسي مع الاستاف اللي عندي تحت رقابتي، واعرف اتعامل انا مع المواطن الكويتي بنديرتي، اعرف اتعامل معاه، واعرف اني انا لما اسوق له صح. واليوم انا حافظ على اسمي هو اللوجو، وليس اليوم انا قاعد ادور انا على ان عموله ولا اخذ المال منه بشتى طرق. ولكن يؤسفني ان اليوم اويا الازرق يلعب بالساحه، فوضى عارمه بسوق العقار، البنغالي يشتغل، الهندي يشتغل بالعقار، المصري، من جميع الجناسي. وهؤلاء الاشخاص ليس لهم درايه وليسوا مرخصين بتسويق او بسوق العقار داخل دولة الكويت. فهذا يسبب عدم الثقة وعدم اعطاء الاسعار الصحيحة. وعلى ما يجيك العقار، احنا يسمى عندنا انه يجيك منفوخ، جاي لي انا من مكتب من سعره مثلا 200 على ما يوصل لي ولا واصل 250 300، والسبة ما في دراية من هؤلاء اللي يعملون بالعقار، البعض منهم وليس الكل. فأنا أتمنى من اتحاد العقار إنه يركز على هذه الأمور، وتكون لها آلية وشروط. اللي يشتغل بالعقار يكون تحت شركته أو مكتبه أو مؤسسته، ومؤتمن بعمله وبإعطاء الأسعار الصحيحة، وحتى هو يكون مقيم. قد انه يكون اللي يبي يشتري او اللي يبي يبيع اول مرة، كأنه شخص مار عيادة يبي يعرف ويبي يفحص ويبي يعرف شنو اسباب مرضه. انت اليوم تقيم له، تقول له عقارك ترى وفق السوق ترى يسوى هالسعر. اليوم انت ما تعطي تقول له عقارك يسوى له 300، وتقول له تعال عقارك يسوى له نص مليون، وهو ركب على نفسه انه والله نص مليون. ولما يجي له انا اعطيه السعر الحقيقي يقول لا والله يالي انا والله مكتب اخر وقال لي عقاري يسوى نص مليون. فتي انت يعني يدش معاه باشكاليه بعدم الاتفاق على السعر المعين الصحيح المدرج او اللي موجود يعني. تمام، الله يعطيك العافيه. بالنسبه لنا في رساله توجهها لاعضاء مجلس الامه؟ اكيد. شنو الرساله؟ يعني احنا بدوله ديمقراطيه، ويفترض اهم تجاره من داخل دوله الكويت والاستقرار والواهس لكل مواطن هو السكن والأجار، سواء سكن يتملكه أو شقة يتملكها أو أجار. فأنا أتمنى تنحط قوانين
بالدرجة الأولى قانون قرض المرأة اللي هو عدم تحديد المساحة وشرط شراء المساحة، يجب أن ينشال هذا الشرط، لأن معاناة المرأة وايد، واليوم تبتعطيها قرض وتاخذ مو ببلاش، تبتعطيها قرض مقابل أن تبتاخذ أنت مبلغك عن طريق أقساط مريحة أو تقسيطه. فمن حقها أدام الشروط وافق لها البنك أو كهي تستحق، يجب أن ينشال هذا الشرط. أهم شيء أن يكون في وثيقة تملك لشراء الشقة، إن شاء الله شقة مساحتها 25 متر، هي تبتلش بنفسها، فلوسها على قدها، قرضها على قدها، وحتى لو زاد لها من القرض خلها تفرش فيه، تتوسع. واسعوا على الناس على اساس الله يوسع علينا جميعا يعني. وبالنسبه حق قانون الاجارات والاسعار تحديد الامتار والاحتكار، وبما يخص قانون 2008/8 يجب تعديله لسعر المتر من تملك 5000 متر. هذا انا اناشد اعضاء مجلس الامه الموقرين في يعني النظر في قوانين، وانا مستعد. المشاكل اللي قاعد اشوفها مع المواطنين مستعد، من يتمنى هذا من اي عضو من الاعضاء مجلس الامه يتمنى هذا القانون او يشرع قانون، انا مستعد اقعد وياه باي وقت.